يا حبايبي الوصفة دي وصفة الرز الحبة وحبة. هنغسل الرز وبعدين نجيب شوية رز كده نحطهم على السمنة او الزيت ونفضل نحمر كده فيهم لغاية لما يحمروا، وبعدين ننزل ببقية الرز. نشوف طبعا مع بعض دلوقتي هنعمله ازاي، علشان ده تعليم للبنات اللي لسه صغيرة اللي لسه بتتعلم. هتجيب الرز تشطفيه وبعدين تحطي مادة دهنية في الحلة، تنزل عليه بشوية رز كده صغننين، وتفضلي بقى تقلبي كده فيهم لغاية لما يبقوا حمر، وبعد كده تروح حاطة بقى عليهم بقية الرز، بقية الكمية الباقية. طبعا زي ما احنا شايفين كده بعد ما اتحمر وصل اللون دوت، نزلنا بقية كمية الرز، وهتنزلي طبعا بالملح والفلفل الاسمر. ودلوقتي هننزل بالمية بتاعته. هي كده مظبوطه. هنحط الملح طبعا دلوقتي، وبعدين والفلفل الاسمر ممكن تحطي مكعب مرق، وهنسيبه لما يغلي، وبعد كده هنوطي عليه، وطبعا هنشوفه مع بعض بعد ما يستوي. خليكم معايا. طبعا زي ما احنا شايفين ظبطنا الملح بتاعه والفلفل الاسمر. دلوقتي بقى هنقفل عليه وهنسيبه لغايه لما يغلي، وبعد كده بقى هنهدي على النار خالص. دلوقتي هنقفل مع بعض كده زي ما احنا شايفين، وهنسيبه طبعا لما يغلي هنوطي عليه. هوريكم بقى الشكل بقى في النهايه. طبعا وزي ما احنا شايفين كده الرز طبعا خلص معانا اهو، طفينا عليه النار. ده شكله مفلفل طبعا وجميل. بألف هنا. اتمنى طبعا انكم تدربوا بناتكم على طريقه ان هما مثلا يقوموا يعملوا اكل طبعا، ويتدربوا على كده علشان فيما بعد لما يتجوزوا يبقوا بيعرفوا يعملوا اكل. ده حاجه بسيطه، ابسط حاجه ده الرز المحمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.